معالم كثيرة لا تزال شاهدة على كفاح الشهداء والمجاهدين في الجبال والأودية، وخير دليل هذه شجرة البلوط التي لا تزال شامخة رغم مرور السنين، فهي من خبأت بين أحضانها الشهيد هرام وابنه على العدو طيلة 6 سنوات. لم يجد الشهيد وابنه المجاهد مأمنا من العدو الفرنسي سوى هذه الشجرة التي تتوسط الغابة، حيث يدخل بداخلها وتحتضنه كالأم المفجوعة عن ابنها. شجرة البلوط لا تزال راسخة في نفوس سكان منطقة الجندوزة الذين يعتبرونها شجرة مجاهدة ويتمنون حمايتها، حتى وإن شاركت كل أشجار الجبال في ثورة المجيدة ولم يلتفت أحدا إليها، إلا أن شجرة البلوط الثائرة هذه فتحت ذراعيها وقلبها وشقت نفسها لرجل استشهد من أجل أن